كان في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام راجل من الأنصار، وكان صاحب غنم، والراجل ده كانت عنده جارية كانت بترعى له الغنم. وفي يوم الجارية خدت مجموعة من الغنم وراحت ترعى بهم اتجاه وناحية جبل أحد. الجارية ده حصلت لها حاجة غريبة جدا وهي بترعى الغنم، أخدتها غفوة من التعب والإرهاق فنامت فجأة. ويشاء ربك يجي ذئب يتمشى وياكل شاة من الغنم اللي كانت بترعاها، ويحصل الأغرب من كده كمان، يجي الراجل الأنصاري صاحب الغنم فيرى ذئبا يأكل في شاة من الغنم. والجارية اللي كانت بتعمل عنده وبترعى الغنم كانت نايمة في نوم عميق جدا. غضب الراجل الأنصاري جدا من المنظر اللي شافه، فراح صرخ في الجارية بصوت عالي وضربها بالقلم. ولما رجع الراجل الأنصاري ده البيت ندم على اللي عمله مع الجارية وعلى ضربه ليها. الراجل الأنصاري فضل يحاسب في نفسه ويعاتبها ويقول أنا ازاي ضربت الجارية دي بالقلم؟ ازاي انا اضربها والغنمة ديت ربنا كان كاتبها رزق للذئب ان هو ياكلها، سواء كانت الجارية. كان في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام راجل من الأنصار، وكان صاحب غنم، والراجل ده كانت عنده جارية كانت بترعى له الغنم. وفي يوم الجارية خدت مجموعة من الغنم وراحت ترعى بهم اتجاه وناحية جبل أحد. الجارية ده حصلت لها حاجة غريبة جدا وهي بترعى الغنم، أخدتها غفوة من التعب والإرهاق فنامت فجأة. ويشاء ربك يجي ذئب يتمشى وياكل شاة من الغنم اللي كانت بترعاها، ويحصل الأغرب من كده كمان، يجي الراجل الأنصاري صاحب الغنم فيرى ذئبا يأكل في شاة من الغنم. والجارية اللي كانت بتعمل عنده وبترعى الغنم كانت نايمة في نوم عميق جدا. غضب الراجل الأنصاري جدا من المنظر اللي شافه، فراح صرخ في الجارية بصوت عالي وضربها بالقلم. ولما رجع الراجل الأنصاري ده البيت ندم على اللي عمله مع الجارية وعلى ضربه ليها. الراجل الأنصاري فضل يحاسب في نفسه ويعاتبها ويقول أنا ازاي ضربت الجارية دي بالقلم؟ ازاي انا اضربها والغنمة ديت ربنا كان كاتبها رزق للذئب ان هو ياكلها، سواء كانت الجارية. كان في عهد النبي محمد عليه الصلاة والسلام راجل من الأنصار، وكان صاحب غنم، والراجل ده كانت عنده جارية كانت بترعى له الغنم. وفي يوم الجارية خدت مجموعة من الغنم وراحت ترعى بهم اتجاه وناحية جبل أحد. الجارية ده حصلت لها حاجة غريبة جدا وهي بترعى الغنم، أخدتها غفوة من التعب والإرهاق فنامت فجأة. ويشاء ربك يجي ذئب يتمشى وياكل شاة من الغنم اللي كانت بترعاها، ويحصل الأغرب من كده كمان، يجي الراجل الأنصاري صاحب الغنم فيرى ذئبا يأكل في شاة من الغنم. والجارية اللي كانت بتعمل عنده وبترعى الغنم كانت نايمة في نوم عميق جدا. غضب الراجل الأنصاري جدا من المنظر اللي شافه، فراح صرخ في الجارية بصوت عالي وضربها بالقلم. ولما رجع الراجل الأنصاري ده البيت ندم على اللي عمله مع الجارية وعلى ضربه ليها. الراجل الأنصاري فضل يحاسب في نفسه ويعاتبها ويقول أنا ازاي ضربت الجارية دي بالقلم؟ ازاي انا اضربها والغنمة ديت ربنا كان كاتبها رزق للذئب ان هو ياكلها، سواء كانت الجارية